أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام مش عملي. النهاردة القعدة مختلفة شوية، مش هنحكي عن موقف مضحك ولا فكرة عامة. النهاردة هنحكي عن وجع. بس مش أي وجع، الوجع اللي لما تدور عليه تلاقيه جاي منك أنت، بإيدك، بكلامك، بسكوتك، بإهمالك لنفسك، بحاجات عملتها أو سبتها تتعمل فيك. يا جماعة أنا مش جاية ألومكم، أنا جاية أطبطب عليكم. كلنا في لحظة غلطنا في نفسنا، صدقنا ناس مش بيستاهلوا، سامحنا كتير وعدينا وسكتنا. وساعتها قلنا ايه؟ ماشي أنا قوية. بس في الحقيقة إن القوة مش دايما في السكوت ولا في التحمل. على فكرة كويس، لحظة كنت واقفة قدام المراية وببص لنفسي، مش بعين، بحاول أقول لجوايا انت السبب في وجعك، مش عشان أنا شريرة ولا غبية، بس علشان أنا كنت باسكت كتير وباحاول أرضي الناس وبانسى أريّح نفسي. عارفة يعني إيه تحُط نفسك آخر الصف؟ يعني دايمًا بتقول ماشي، مش مهم، أنا عادي، بس الحقيقة إنك مش عادي، وإن كل مرّة سكت أو ضحيت أو اتنازلت فيه كان في جزء صغير منك بيتكسر، لحد ما تبُص حواليك وتلاقيك مش كامل. ساعات الألم مش من موقف ولا من حد، الألم ده جاي مننا إحنا، من توقعاتنا، من سكوتنا، من جلدنا لنفسنا كل يوم. لو انتِ أو انت دلوقتي حاسس إنك السبب في وجعك، صدقني إنك مش لوحدك، بس كمان مش لازم تكمل في الطريق ده، مش لازم تفضل قاسي على نفسك. أنا مش بقولك سامح كل اللي حصل، لكن سامح على الأقل نفسك، سامح نفسك على إنك كنت بتحاول حتى لو كانت النتيجة وجعتك، سامح نفسك إنك كنت طيب زيادة عن اللزوم. أوقات فعلا بنكون إحنا اللي زودناها على نفسنا من كتر ما بنخاف نزعل حد وبننسى نراعي نفسنا، والمشكلة إننا بنفكر في كل الناس إلا نفسنا. خلي بالك من نفسك، اوعى تكون انت السبب في وجعك. طبطب عليها واديها اللي انت بتديه لغيرك، هي تستاهل وانت كمان تستاهل. لو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك اكتبلي تعليق أو شارك الحلقة مع حد محتاج يسمعها. لحد القعدة الجاية خليك حنين على نفسك وبلاش تزعلها تاني. دمتم بخير. سلام.